كشفت تقارير إعلامية تركية أن وكيل آمال الدولي المغربي حكيم زياش سيحل بإسطنبول خلال الأيام القليلة المقبلة للاجتماع بإدارة نادي غالاتاساراي للحسم في مستقبل اللاعب قبل انطلاق مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة. وفقا لتقرير نشرته صحيفة تاكافيم، سيحدد هذا الاجتماع مصير زياش مع الفريق الإسطنبولي، علما أن السيناريو الأقرب هو فسخ العقد بين الطرفين بسبب مشاكل سابقة بين اللاعب والمدرب وعدم تمكينه من فرصته كاملة لتقديم المنتظر منه مع فريقها. ومن جهة أخرى، نفى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن الدخول في مفاوضات للتعاقد مع حكيم زياش لاعب نادي غالاتاساراي التركي لتعزيز صفوف الفريق الأحمر استعدادا لخوض منافسة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد المصدر في تصريحات لصحيفة الوطن سبورت أن كل ما يثار حول تعاقد الأهلي مع حكيم زياش عاري تماما من الصحة، وأنه لم يتم الدخول في أي مفاوضات مع اللاعب، مضيفا القيمة المالية التي يتقاضاها اللاعب والتي تصل إلى 2.8 مليون يورو سنويا لا تتناسب مع سياسة النادي التعاقدية وسقف الرواتب في القلعة الحمراء.